اهلي ايجيبت شوقي وعاشور ومعوض في التدريبات الجماعيه. اهلي دوت كوم زاسكو ياخد المران الاساسي اليوم وتفاؤل وغموض يحيطان بالبعثه. اهلي دوت كوم مباراه زاسكو في 8 مساء واستوديو الاهلي من الملعب. اهلي دوت كوم جد رحيلي مستحيل وغياب تريكا يترك فراغ كبير واتمنى التسجيل في زاسكو. اليوم السابع الصقر أشكر السادات وسأحدد موقفي لما أقف على رجلي. أهلي نيوز 9 سنوات مرت على رحيل المايسترو صالح سليم. أهلي دوت كوم عبد الوهاب ينفي علاقته بمجلس الظل ويؤكد نخدم الأهلي دون النظر للمناصب. اليوم السابع ديربي الأهلي والزمالك ضمن أقوى 50 مباراة في العالم. اليوم السابع التاريخ والإحصاء يؤجل تكريم الأهلي 4 أشهر. نادي الأهلي تلقى خطاب رسمي بالأمس من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بيخطروا فيه بتأجيل حفل التكريم اللي كان المفروض هيقام في إسبانيا بمدينة بلد الوليد، وحدد منتصف شهر سبتمبر لهذا الاحتفال. اختار الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء اختار النادي الأهلي كأفضل نادي في العقد الأول للقرن ال21 اللي هم أول 10 سنوات. نادي الأهلي أفضل نادي في القارة الإفريقية، برشلونة عن أوروبا، أوكلاند سيتي عن نيوزيلندا والأوقيانوس، الهلال السعودي عن آسيا، بوكا جونيورز الأرجنتيني عن أمريكا الجنوبية، كلاب أمريكا المكسيكي عن أمريكا الشمالية والوسطى. وسيتم اختار النادي الأهلي بالموعد محددا في الفترة القادمة، لكن مبدئيا قيل أنه منتصف شهر سبتمبر. ترجي جه في المركز الثاني بعد النادي الأهلي بالنسبة لإفريقيا، والنجم الساحلي جه في المركز الثالث. دي بالنسبة الموضوع بتاع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. تم تأجيل الاحتفال. شوقي عاد للتدريبات الجماعية ومعاه معوض ومعاه عاشور، وزيسكو عامل غموض تعتيم كامل على فرقته. جده بيقول رحيلي مستحيل، غياب تريكا يترك فراغ كبير واتمنى التسجيل في زيسكو. طبعا عليه ضغوط كبيرة قوي جده في هذه الفترة، ما بيسجلش، إصاباته كتير، فالكلام كتر. لكن هذا وارد، يعني هذا وارد أن يحدث لأي لعيب في أي وقت وفي أي توقيت، لكن إن شاء الله تمشي معاه في الفترة اللي جاية ويؤدي بشكل أفضل وبشكل أحسن. لكن للأسف هناك بعض الاجتهادات الكتير اللي يمكن قرأناها كلنا على النت أو قريناها في بعض الصحف. حتى لسه امبارح أنا قريت أن حتى ده تصريح مانويل جوزيه يعطي لإدارة الأهلي الضوء الأخضر للاستغناء عن جده. فده أنا أقسم بالله قريته يعني. فأنا بقول لكم الكلام كتر ووارد ان الكلام يكتر، لكن اعتقد رد النادي الاهلي على هذا الموضوع كان رد حاسم وقفل الموضوع على كده عشان الاجتهادات تقل او تنتهي او تقف بخصوص هذه القصه عشان اللعيب يقدر يركز. لكن طول ما اللعيب بيقعد يقرا في الجرايد، او حتى لو قال لك انا ما بقراش جرايد، دخل على النت وشاف النت، او حتى اصحابه قالوا له، ما هو الكلام موجود يعني. اكيد هيسمع الكلام، اكيد دماغه مش هيبقى مركز، اكيد هيبقى قلقان، وطول ما هو قلقان مش هيعرف يأدي. نفسه في التمرين يبقى كويس فبيبقى حريص زياده عن اللزوم، والحرص زياده عن اللزوم ده للاسف بيؤدي الاخطاء. لكن الحرص بعقل ده كده هو ده اللي يعني بيبقى الكويس، فبالتالي هيأثر على جده. لكن انا اعتقد ان شاء الله الفتره القادمه لجده هتكون فتره افضل واحسن ليه مع النادي الاهلي، وتمشي الامور وترجع افضل من الاول بكتير ان شاء الله. الصقر بيشكر دكتور عفت السادات وبيقول انا ما حصلش ان انا حد من مسؤولين نادي الاتحاد السكندري اتكلم معايا، لكن انا سمعت من اكثر من مكان ان انا وجده الدكتور عفت السادات بيرغب في ضمنا لنادي الاتحاد السكندري. بيقول له انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الثقه، وبشكر جماهير اسكندريه، ولكن لن احدد موقفي حاليا، ولكن الأولوية هي للنادي الأهلي. وبيقول الأولوية للنادي الأهلي الذي أجد فيه الارتياح والمعاملة الطيبة من المسؤولين والجهاز الفني والجماهير، وعموما أنا ما بفكرش في هذه الأمور إلا لما أقف على رجلي. ده تصريح الصقر بخصوص ما تردد عن أن الدكتور عفت السادات بيفاوضوا للانتقال للنادي
الاتحاد. اما الحاج محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق، اعتقد ان هذا الرجل كل يوم بيزيد حب الجمهور او اعضاء النادي الاهلي ليه. يعني الراجل ذكر اسمه على مواقع الانترنت ان هو في مجلس ظل هيتشكل، وفي ناس مش عارف بتوزع منشورات في النادي، فهو طالع بيقول ماليش دعوه بالكلام ده نهائي، لا من قريب ولا من بعيد. انا بخدم الاهلي بغض النظر عن اي منصب واي شيء. وواضح طبعا بقاله كام سنه، طبعا هو ما دخلش الانتخابات اللي فاتت، وبعدين زي ما انتم شايفين الفتره الاخيره كلها موجود مع لجنه مع المهندس عادل القيعي وكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن هادي خشب في موضوع التعاقدات الجديده، وشفنا مجهوداته في التعاقد مع اكثر من لاعب انضم للنادي الاهلي مع الباشمهندس عدلي ومع الكابتن سيد وهذه المجموعه. فاعتقد ان هو رجل يخدم النادي الاهلي فقط، وكل اللي عايز يعمله يخدم النادي الاهلي فقط، مش ما عندوش قصه المنصب لازم ابقى عضو مجلس اداره عشان اخدم النادي الاهلي، لازم ابقى عضو لجنه كوره عشان اخدم النادي الاهلي. لا، الكلام ده مش موجود عنده تماما، واهم شيء ان هو يعمل حاجه لناديه، وده حاجه محترمه اكيد مفيش كلام من الحاج محمد عبد الوهاب. نكمل مع بعض باقي الاخبار لكن بعد فاصل اعلان ان شاء الله.